عبد الله كمارا رقم 14 اساسيا اليوم على حساب رقم 10 اللي النهارده في دكه البدلاء اللاعب ابراهيم سيلا، وايضا بيبدا كمان اللاعب كيمو كوندي في مباراه اليوم كاساسي. الاستمرار حقيقه، وادي الاداء المميز، انطلاقه عدى زيزو وممكن يعمل عرضيه لكن طمع وراح وكمل، ولكن المره دي على طول مره ثانيه ضغط يقطعها شيفو الزمالك. التسجيل المبكر ذلك ما اكده معتمد جمال النهارده معاه. طبعا الاسماء اللي معاه النهارده اسماء امام 2020، امام كذلك مولوديه 2021، امام بيترو اتلتيكو التعادل في 22، وايضا كان طبعا خساره امام بلوزداد في دوري الابطال في الموسم الماضي. شيكابالا لمه حلوه قوي، فرصه للزمالك، تحرك من جانب عمر جابر، يشيل كره عرضيه لكن عاليه وبعيده، حاول عليها زيزو لكن تطلع لخارج يا جماعه. مهم قوي الزمالك يسجل، مهم جدا. ادي 7 دقائق امامنا هنا البدايه والانطلاقه، والجماهير امامنا هنا طبعا اللي سعيده باستعاده الثقه، سعيده باستعاده الهويه والشخصيه بعد فتره كانت صعبه قوي الحقيقه مع الكولومبي. تمرين الودي سيف انفراد، ولكن يطلع ديانج امامنا. اول كوره ما بين اوباما وسيف، جابها يمين بقى. هنشوف شيكابالا مع عمر جابر، تفاهم وتناغم كبير جدا ما بين الاثنين، يعني اقدم 2 لاعبين في التشكيله. ودي هدف اول ياتي عن طريق النجم دائما وابدا. اسال عن احمد مصطفى زيزو، تعرف على طول ان الزمالك لما يكون زيزو في حالته الزمالك حاضر وموجود وبقوه. وهدف اول هنا بالتحرك، الزمالك اول اهداف المباراه علشان يفتح ابواب مدرسه الفن والهندسه. بص امامنا مفيش فار، ادي الكره على طول لزيزو، لكن شيكابالا لزيزو وحدثني عن المهاره واللي بص يا ولد على شيكابالا. اسيست بالمسطره. وشوف بقى هنا زيزو ما تفلسفش، على طول حط فيها جبهه الراس امامنا اهو، وقويه تعمل بند في الارض. صعبه قوي على الحارس كيكو ديانج امامنا هنا في اول اهداف الزمالك. المغرب وغينيا ونيجيريا ومصر عام 76 هم احتلوا مركز ثاني وقتها ب4 نقاط طبعا خلف المغرب اللي فازت باللقب الوحيد طبعا في كان 76 ب5 نقاط. مره ثانيه انطلاقه، محاوله من جانب زيزو، ضغط الزملكاوي، المساحات موجوده. شيكابالا عايز يبحث عن يعدل، وعلى عدلته اتضيق، لكن المره دي امامنا على طول ديانج. كوره من شيكابالا، ثاني كوره من شيكابالا، سدد مرتين وصنع هدف. حتى الان هدف اللقاء اللي سجله زيزو، الضربه الراسيه في الدقيقه الثامنه، فاول على محمود علاء. ادي محمود علاء، عناصر الخبره الموجوده، عنده اهداف يمكن لما ذكرنا. ادي طبعا هنا الجماهير الزمالك الوفيه لمن رحل بين الجماهير الزملكاويه طبعا في فبراير 2015. الذكريات كما يحدث كذلك ايضا. دقيقه فاصل 7 تسديدات على المرمى 1 مقابل 4، تمريرات 123 مقابل 142. المباراه اللي امامنا خطيره، الكره اللي فاتت دي خطره جدا. الكره اول اختبار اول كونتي في هذه اللقطه، اول كره لبكر كونتي. ده لاعب على فكره كان وصيف في افريقيا في تنزانيا 2000. اسرع زيزو، قرب له اوباما، حطها على الارض لاوباما، يبحث عن زيزو، لسه بيلف. التحركات قلت اللي كان في بدايه المباراه، انتشار كان افضل، لكن مره ثانيه عمر جابر يكمل الى زيزو، التمريره، الاستلام، المراوغه والتاخر في القرار، لكن يرجع مره ثانيه شيكا يلم، عايز يجيبها على شماله، مره ثانيه عدل وشماله. هي بوم شيكا بوم يا ولد يا على اللمسه حلوه. بص شيكابالا، لكن اللمسه لسه موجوده، الاحساس موجود، وبإبداع رائع شيكا. هدف حلو. بص الكره هنا يا ولد. اذا شيكا يصنع، شيكا يسجل، شيكا امامنا يبدع، وشيكا يضعها في مقتل. هي دي التريد مارك، الماركه المسجله يا ابني، الماركه المسجله باسمك، الماركه الرائعه، ابو ادم يا ولد على الكوره. يا سلام، الابداع واللمسه الجماليه. واحد من هدافين مع العندليب عبد الحليم. مع كرة الاماميه سيف الجزيري، بص رايح فين امامنا ديانج. رايح فين يا عم ديانج في اللقطه اللي فاتت دي؟ رايح فين امامنا؟ محاولات ما زالت مستمره، خطيره المره دي. رايه وتسلل طبعا. هدف ابيض امامنا هنا. عبد الله كمارا الراجل الفرد امامنا اهو، خلي بالك مسيره التسلل. هدف ابيض
لكن في ايه امامنا اهو؟ في رسالة ان الزمالك لازم ما يتهاونش في مثل هذه المباريات، لان امام اتحاد المنستير، اتحاد منستير النصر الشباب، وكرة خطرة، كرة خطرة امامنا هنا من اللاعب ابو بكر كونتي، ومعاها بينتهي شوط المباراة الاول هنا في استاد السلام سوار الغيني. امامنا سيد نيمار، واحد من اللاعبين الموهوبين. نادي الزمالك بيدخل بتشكيله مكونه من محمد عواد على يسار الشاشه بالفانيلات البيضاء والزي، طبعا خطين الحمر للاداء الزملكاوي. اسماء كبيره وابناء نادي الزمالك يعني كلهم بيقدموا نفسهم وخدماتهم لناديهم نادي الزمالك. مره ثانيه هنا كره من جانب شيفو، الكرات العاليه، الصراع في الكرات العاليه. ده راجل جات لك بقى يا سيف، جات لك يا سيف، جات لك يا سيف، لكن سدت كوره وترتد من القائم ثم ترتطم في عبد الرحمن كمارة. مش معقول يا سيف، مش معقول يا سيف، انت مسجل في مرمى سموحه في لقاء هو الامتع للزمالك هذا الموسم 5-1، وايضا سجل في مرمى زد، لكن ثابته وكرات ركنيه، ودايما دونجا بيروح زي ما جه هدف نضاي في المباراه الماضيه. وادي دونجا، ودونجا يسع، والمره دي الجزيري، المره دي سيف وهو سيف، سيف وهو سيف امامنا هو بيضع الثالث. بقول لحضراتكم الزمالك بيسجل من الركنيات والكرات الثابته، ودونجا بقى اللي عملها خلفيه حلوه. سجل يا سيف وفرح جمهورك، سجل يا سيف واستعيد نغمه سيف الجزيري امامنا هنا اللي بيضع ضربه راسيه هي ماركه ايضا سيف. ادي امامنا بص زيزو الكورنر ملعوب ازاي، شفت الكورنر معمول ازاي؟ عبد الرحيم محمد، وحيد كامل، طارق يحيى، اللعيبه اللي كانت بتلعب الاوفرات، عمر النور، اسماء الكبيره طبعا، اللي التاريخ الكبير لنادي الزمالك اللي مر عليه اسماء ونجوم كبيره عبر تاريخه وعبر يعني الزمن لهذا النادي اللي عشاقه ومحبيه بيلقبوه دائما مدرسه الفن والمندوب. فاروق فوزي، طارق عبد العليم، نادر السيد، حسين السيد، وادي الثلاثه الخطيره، واختبار لعواد على ذكر الحراس. يطلع امامنا اسد، يطلع الاسد على محمد عواد، يطلع محمد عواد امامنا هنا، يطلع ويمسك كوره. ايمن طاهر ما ننساهوش كمان، وعبد الواحد السيد وعبد المنصف واحمد الشناوي ازاي في الفتره القادمه. لكن هو القرار للاداره، محدش يتدخل بقى، ادار القرار للكابتن حسين لبيب، طبعا نجم كرة اليد، طبعا نجم كرة اليد اللي قدمت لنا نجوم واسماء كبيره. مره ثانيه هنا على طول شيف الكرات العاليه الراسيه، عمر عدم تفاهم، وترجع لدونجا، بومبا دونجا يا دونجا، يا دونجا امامنا اهو، دونجا سجل في دخول ناصر منسي بديلا للجزيري. وامامنا كرة خطيرة، راية وتسلل، في تسلل، تعال امامنا هنا، الراجل ده بيسجل، كل ما يسجل يكون متسلل. عبد الله كل راية وتسلل. دخول ناصر منسي، ناصر لعب امام بيراميدز وامام زد وامام المنستير كاساسي في تلقى حتى الان 3-0. ادي امامنا نداي ومعاه نيمار. التبديلات بقى تاتي باهداف جديده، وادي العرضيه حلوه، كره منسي، نداي ترتد فرصه بروحين، عدت من زيزو الاولى ثم وصلت الى منسي، ثم بعد ذلك سدد نداي، ولكن الجنج تعب. ادي البديل امامنا، عملها حلوه قوي نيمار، انطلاقه حلوه من جانب نيمار في الجنب الشمال، يلعب كره عدت من زيزو راحت الى ناصر منسي، الدفاع يبعدها ثم ترتد كره لنضاي، والدفاع ايضا يبعدها ويطلعها بقى المره دي. يعني اسباب ان الزمالك مستمر رغم الظروف ورغم الاحداث هو هذه الجماهير. مره ثانيه كره منسي، يا راجل بتوقف يا نيمار ايه، لكن في رايه وتسلل، شوط الفرص الضايعه. شيكا سجل على فكره في انتر كلوب 2008، كيني 2011 في مرمى. ادي الكره بتاعت ناصر وتسلل على اللاعب نيمار. سجل في الافريقي التونسي في 2011، سجل في اورلاندو بايرتس في المجموعات 2013، ايضا سجل في اليوبارد الكونغولي في المجموعات 2013، ايضا في مرمى الوداد نصف نهائي 2016 هدفين فقط في مرمى نيكاداها الفريق الصومالي كان في 2019. راحت على القائم الثاني عبد الرحمن نفاس 19 سنه على فكره، حارس المرمى البديل للزمالك، لكن النهارده كان في حارس مميز، حارس معاذ علاء، حارس مرمى مميز في فريق الشباب لنادي الزمالك. يستعد مومو
مومو كومباس عنده 21 سنة. هيطلع صاحب 22 عام شيخو ديانجا، هيكمل ولا هيطلع؟ لسه بيختبر نفسه. هو بيفكر بقى 3 كفاية ولا يعني لو قعدت ممكن اشيل كمان. خد القرار، هو ما كلمش بقى، ما قالش تبديل. هينزل تبديل امامنا اهو. تبديل مومو كومباسا هيدخل رقم 22 عنده 21 سنة. 5 مباريات اللي لعبها الفريق هذا الموسم كان هو على دكة البدلاء. لاعب يعني دايما احتياطي، على مستوى العودة بقى يكون المباراة قوية خارج ملعبه. وامامنا اهو التدخلات، وانا قلت حركوا الراجل ده بيطرد على طول. امامنا اهو ابو بكر يا ترى وايه يا ترى ايه، خد البطاقة وطلع امامنا وزعلان. مش معقول ابو بكر يا ترى وايه يا ترى ايه، خد البطاقة وطلع امامنا وزعلان. مش معقول كمية الضرب اللي بتحصل. ومع مين يا عم يا ترى؟ بص يا ترى عمل ايه يا ترى. يا ساتر ده يا راجل، ده ايه ده محضر. وممكن ايه يعني تحول المحكمة في اللقطة دي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا عم، على مهلك يا عم. طلع يا كابتن معتمد، طلع زيزو، طلع خلاص 3 يا كابتن معتمد، طلع زيزو كفايه كده. ادي امامنا هنا اللي اتطرد. هنشوف امامنا اللي اتطرد ده 26 موسى كهلاوي. وكل واحد بيشجع فريقه يعني بيشجع، ولكن دون التجريح ودون التشكيك في ذمه يعني اعلاميين ولا معلقين ولا، لان الكلام ده مش صح. على طول مره ثانيه الاستلام الرابع الرابع امامنا اهو. حط الجيل على الرابع. السنغالي ابراهيم نداي يسجل هدف حلوه للزمالك. امامنا طبعا النقص العددي، خروج لاعب الارتكاز يا ترى، ويسجل امامنا نداي والله بيأدي اداء. بص نيمار لعيب يا لعيب نيمار استمرار يعني احد اللاعبين المستقبل. وادي امامنا ابراهيم نداي اللي انطلق حلو قوي وضمنها وامنها الحقيقه بشماله عشان يسجل الهدف الرابع. 4-0 في هذه المباراة. 4-0. ابراهيم نداي يحتفل، طبعا حقه يحتفل ابراهيم نداي. ادي السنغال لم يختبر احد ضيوف المباراة النهارده. محمد عواد يمكن ليه كورتين وصول الشوط الاول، لكن اللقاء بينتهي برباعية نظيفة بينهيها امامنا هنا توم ابو الجيل امامنا حكم المباراة.